كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد، متذللين ومتضرعين لله عز وجل، راجين منه أن يرزقنا جميعا قلبا سليما. فأغلى شيء يمكنك أن تمتلكه هو قلبك. القلب هو الملك على سائر الجوارح. في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلبك هو مستشارك الذي تستشيره في قراراتك. قلبك هو مفتيك الذي تستفتيه في دينك. الإمام أحمد يروي عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففاجأه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قال: نعم يا رسول الله. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنامله فجعل ينكت بها صدر وابصة ويقول له: يا وابصة، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. قلبك هو الذي تقدم به على الله عز وجل يوم القيامة فينظر فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن في كل اللقاءات الماضية تحدثنا عن القلب السليم الذي هو قلب الأنبياء والمرسلين، والذي هو من المفترض أن يكون قلب المؤمن. اليوم نستكمل في التعرف على النوع الثاني من أنواع القلوب، ألا وهو القلب المريض والقلب السقيم. فالقلوب كالأجسام، تمرض كما يمرض الأجسام، وقد تشفى من مرضها وقد تموت تماما كما تشفى الأجسام من الأمراض وقد تموت. نعم، القلوب تمرض ويصيبها من الأمراض والأوجاع ما يصيب عضلة القلب الحسية. ربنا عز وجل يتحدث عن صنف من الناس فيقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وكما يتعهد الناس أجسامهم بالحماية والتطيب، المسلم مطالب دوما بأن يتعهد قلبه ويحميها من الأخطار والأوبئة والأمراض. الإمام البيهقي يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. مؤلم للأسف أننا في زمن أهمل الناس قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم واشتغلوا بأبدانهم ودنياهم. بل أظنكم توافقونني إذا قلت أننا في زمن عناية أهله بأحذيتهم تفوق عنايتهم بقلوبهم.
حقا أيها الإخوة، لو كان الناس اليوم لهم من العناية بقلوبهم ما لهم من العناية بتلك الأحذية، لأصبحوا من أكابر الأولياء في زمن وجيز. أنت تراهم لا يطيقون أن يروا على تلك الأحذية القليل من الغبار، ولهم إجراءات يومية في تنظيفها وتلميعها حتى يدعها أشبه بقطع الزجاج الصافية في لمعانها وبريقها. إن عملية تلميع الحذاء منهم عمل يومي، بل ربما يتكرر في اليوم الواحد مرتين ومرات. بالله عليكم، من منا يلتفت إلى قلبه مرة واحدة في اليوم لينظر فيها هل أصابها شيء من الأمراض أو هل به شيء من الأدران؟ للأسف لا. ما دام الأمر كذلك أيها السادة، فلنتعرف على القلب المريض. ما القلب المريض؟ الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يعرف لنا القلب المريض ويوصفه لنا، فيقول: قلب به مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. أي قلب به بذرة إيمان وبه شريان من الإيمان، لكن في المقابل يوجد بجانبه شريان آخر من العلل، مثقل بالأمراض، الشهوات والشبهات، أو بهما معا قد يكون، ولا على حسب درجة العلة في القلب يكون ذلك القلب مريضا شديدا أو أخفا. قلب يحيط به مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو يعلو حينا ويهبط حينا آخر، وهو إن غلب عليه مرضه ونفاقه التحق بالقلب القاسي والقلب الميت، وإن غلبت عليه صحته وإيمانه التحق بالقلب السليم. القلب المريض هذا قلب عامة المسلمين، وخطورة هذا القلب وأهميته تتمثل في أن الشيطان لا يقرب من القلب الميت، فهو لا مطمع له فيه، هو قلب ميت خلاص، ابتعد عن الحق، انتهت مهمة إبليس معه، لا مطمع له فيه. في المقابل إبليس لا يقترب من القلب الحي اليقظ وإلا احترق، وإنما يهاجم أصحاب القلوب المريضة. القلب المريض هو محل الشغل، هو الذي عليه الجهد، إما أن الإنسان يرتقي به فيصبح من أصحاب القلوب السليمة، وإما أن يهبط به والعياذ بالله فيصبح من أصحاب القلوب المريضة. نحن سيكون لنا لقاءات مع أمراض القلوب وعلاجاتها في اللقاءات القادمة إن شاء الله، لكن بداية مهم التعرف على حال القلب. نحتاج إلى معرفة أعراض مرض القلب، كيف أعرف أن قلبي مريض ويحتاج إلى تعهد وعلاج. الحقيقة أن علامات أعراض مرض القلب كبيرة وكثيرة، لكن أختصر لك 4 من أهم ما يعرف به مرض القلب. أعراض مرض القلب: العرض الأول والعلامة الأولى استصغار الذنوب. استصغار الذنوب، ما منا من أحد يسلم من الذنوب، حتى صاحب القلب السليم قد يقع في الذنوب. لكن المصيبة العظمى والكارثة الحقيقية حين لا يشعر القلب بعظم الذنب. لذلك يقول العلماء: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. القلب السليم إن وقع في الذنب تؤلمه الذنوب والمعاصي، بينما القلب المريض لا يستشعر بها، بل الأدهى من ذلك أنه سوف يستلذ بمعصيته. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يشرح هذا الأمر فيقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل،
يخاف أن يقع عليه، هو دائما حريص كأن ذنوبه كصخرة على أعلى الجبل يخشى أن تقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. هذا هو الفارق بين القلب السليم والقلب المريض. العلامة الأولى من الأعراض لتعرف بها أن قلبك سليم أم مريض استصغار الذنوب. العرض الثاني والعلامة الثانية من علامات مرض القلب هو النظر للخلق باحتقار. الإنسان عندما يكون صاحب قلب سليم كلما وافقته نعمة من الله ازداد تواضعا بين يدي الله عز وجل، وازداد خشوعا بين يدي مولاه، وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومن شكر النعمة تواضعه للخلق وبذله للخلق. لكن عندما يكون القلب مريضا يستقبل نعمة الله عليه وكرمه بالتعالي على الخلق وازدرائهم، وهذه النظرة كافية لإهلاك الإنسان وإحباط عمله. الإمام البخاري ومسلم يرويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. يكفيك أن إذا استحقرت أخا لك في الإنسانية، في الإسلام، في الدين، في الحي، في المنطقة، هذا يكفيك في إهلاكك وإحباط عملك. العلامة الثالثة هي ضيق الصدر عند رؤية النعم في أيدي الآخرين. القلب السليم منشرح مطمئن، يفرح عندما يرى الناس فرحين، لكن صاحب القلب المريض يشعر بضيق من النعمة التي في أيدي الآخرين، ويشعر بعدم وفرة الأرزاق من الله عز وجل، والذي يعرف في التربية والسلوك باسم الحسد. وما أهلك شيء صاحبه كالحسد. لذلك قيل: الحسد يأكل الحاسد كما يأكل الصدأ الحديد. واليهود عندهم مثل يقولون فيه: حسد الحاسد هو عقابه الشخصي. العلامة الرابعة والعرض الرابع الذي من خلاله يعرف مرض القلب الفرح لفضيحة الناس. صاحب القلب السليم لا يفرح لفضيحة الناس، لأن الفضيحة تصيب رجلا من اثنين: إما أنها أصابت رجلا صاحب قلب سليم فهو يتألم لمصابه، وإن استطاع أن يدافع عنه فعل، أو أنها تصيب رجلا جبارا ظالما فاسقا، كذلك لا يفرح القلب السليم بل يأخذ العبرة منها. عندما تجد في قلبك فرحا لفضائح الآخرين اعلم أن قلبك مريض. مما روي على لسان سيدنا عيسى عليه السلام رواه الإمام مالك قوله: لا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذا ميزان ومقياس من خلاله نستطيع أن نقيس قلوبنا. فإن وجدنا في القلب استصغارا للذنب واستحقارا للخلق وضيقا في الصدر بما في أيدي الناس وفرحا في القلب بمصائب الناس، فاعلم أن قلبك مريض. قلبك مريض. تعال نتعرف على أمراض القلوب في غد، وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.